حوادث الطيارات دايما بتكون غريبة جدا. في حوادث منهم مش بيكون لها تفسير واضح. يعني مثلا احنا طول عمرنا بنسمع عن طيارة وقعت في المحيط او طيارة اتضربت بصاروخ او اي سبب تاني. بس ايه رأيك لو انا قلتلك ان في طيارة اختفت من على الرادار ولما رجعت تاني رجعت بعد 35 سنة؟ تفتكر ده ممكن يكون حقيقي؟ حلقتنا النهاردة عن الرحلة 513. بس قبل ما ندخل في الموضوع ما تنسوش لو الحلقة عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان توصل لكم كل حلقاتنا الجديدة. وبنعتذر ان احنا في الفترة الأخيرة بعاد جدا عن القناة ومقصرين، وبنوعدكم ان شاء الله الفترة الجاية بنسبة كبيرة هيكون في فيديوهات أكتر. ويلا اربطوا الأحزمة ونتوكل على بركة الله، فلنبدأ. قصتنا بتبدأ يوم 4 سبتمبر سنة 1954 في ألمانيا الغربية، وتحديدا في مدينة اسمها مدينة أخن. خلي بالك يا صديقي، زمان كان في 2 ألمانيا، واحدة شرقية والتانية غربية. كان موجود فاصل بينهم جدار اسمه جدار برلين، ودي يعني قصة كبيرة مش هدخلك فيها دلوقتي. المهم يوم 4 سبتمبر سنة 1954 تنطلق الطيارة لمدينة سانتياغو في أمريكا الجنوبية في الرحلة رقم 513. وكان في الطيارة تقريبا 88 راكب، وضيف عليهم كمان 4 تانيين من طاقم الطيارة، يعني إجمالي اللي موجودين 92 فرد كانوا على الطيارة كلها. مدة الرحلة المفروض إنها كانت تستغرق 18 ساعة كاملة، والرحلة كانت طبيعية وروتينية جدا، وكانت كل حاجة ماشية تمام وزيادة حبتين. بس اللي يحصل إن بعد كام ساعة من إقلاع الطيارة تبدأ الطيارة إن هي تختفي من على الرادار تدريجي، وبعد كده ترجع، بعد كده تختفي، وبعد كده ترجع. فضل الحال كده لحد ما وصلت في المحيط الأطلسي، وهنا الطيارة اختفت تماما من على كل الرادارات وانقطعت أي طريقة اتصال بيها. والغريب كمان إن هي اختفت بدون أي سبب واضح. طبعا بعد اختفاء أي طيارة بالشكل ده بيكون مراجح إن هي وقعت في المحيط أو اتخطفت. بس حتى لو كانت اتخطفت كانت برضه ممكن تظهر على الرادار بكل سهولة. اللي يحصل إن السلطات تبعت فرق إنقاذ واستطلاع في آخر مكان الطيارة كانت موجودة فيه على الرادار، ويدوروا شمال ويدوروا يمين، مفيش أي أثر ليها. حتى لو كانت وقعت أو انفجرت حتى في المكان اللي هي ظهرت فيه كان هيظهر على الأقل حطام الطيارة. وللأسف الناس فقدت الأمل إن هي تلاقي الطيارة بالركاب، وفضل أهالي الضحايا اللي كانوا موجودين في الطيارة يسألوا السلطات هي الطيارة فين؟ بس للأسف السلطات نفسها ما كانتش عارفة الطيارة فين أصلا علشان تجاوب. ويوم ورا يوم وسنة ورا سنة وتتنسي الطيارة بالركاب، ويفضل الحال على كده لمدة 35 سنة كاملة، لحد سنة 1989 وتحديدا يوم 12 أكتوبر، في يوم عادي جدا وفي مطار اسمه مطار بورت أليجري في البرازيل. وفي وسط اليوم العادي جدا ده يتفاجئ العمال في برج المراقبة بطيارة غريبة موجودة على الرادارات. البرج حاول يتواصل مع الطيارة أكتر من مرة، لكن للأسف ما كانش فيه أي رد وما كانش فيه أي حد بيجاوب. ده إيه اليوم اللي مش عادي جدا ده بقى؟ المهم عمال برج المراقبة بعد ما لقوش أي استجابة من الطيارة فورا بلغوا قوات الأمن المسؤولة عن الحالات اللي زي دي. وفعلا القوات بتاعة الأمن تحضر، وفضلوا يحاولوا يتواصلوا مع الطيارة أكتر من مرة، بس برضه ما كانش في أي حد بيجاوب وما كانش في أي استجابة. فضلت الطيارة تقرب من المطار لحد ما نزلت بسلام. طيب المفروض أي طيارة تنزل المطار الباب بيتفتح علشان الناس تنزل، لكن ده ما حصلش. وفضلت القوات محاوطين الطيارة من بره مستنيين أي حاجة تحصل، بس برضه مفيش أي حاجة حصلت ومفيش أي رياكشن حصل، لحد ما قوات الأمن قررت إن هي تقتحم الطيارة. وهنا يبدأ نقطة الغموض. 92 هيكل عظمي لأشخاص قاعدين في مقاعدهم وكراسيهم جوه الطيارة. طب انت ده ممكن تعديه عادي، الطيارة بقى فين القبطان أو الكابتن بتاعها؟ وهنا بقى يا صديقي القوات لما دخلت الكابينة اللي فيها الكابتن للأسف الشديد لقوه على كرسيه وهو هيكل عظمي زي باقي الطيارة، حتى بدلته كانت متبهدلة، وكان اسمه ميجل فيكتور كيري. طيب لو القبطان أو الركاب كانوا كده، أمال مين اللي كان سايق الطيارة؟ الحقيقة يا صديقي أحب أقولك إن السؤال ده لحد وقتنا الحاضر ملهوش أي إجابة.
المهم خلينا نكمل القصة مع بعض. حادثة أخبارها اتنشرت واتعرفت في كل مكان، وتقريبا ما كانتش الصحافة بتتكلم غير عليها بس، وغالبا أول مرة اتكتب عنها كان في مجلة اسمها ويكلي وورد نيوز، وكان بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1989. والصحفي اللي كتب الكلام ده كان اسمه أروين فيشر. بما إن الحادثة دي انتشرت وبقت كل الناس بتتكلم عنها، كان لازم الحكومة البرازيلية تتدخل وشكلت لجنة بحث وتقصي الحقائق بخصوص الحادثة دي. لكن الحكومة ما قالتش أي تصريح رسمي بخصوص التحقيق أو أي حاجة من نتائجه، بس من اتجاه تاني أكدت سلطات الطيران البرازيلية الحادثة فعلا، وقالت إن الطيارة ظهرت فجأة في السماء بدون أي مقدمات. الحكومة البرازيلية بقى أصرت إن شغل لجنة البحث ده يكون سري ومحدش يعرف بيه ولا حد يعرف أي حاجة عنه، وده طبعا سبب غضب وأسئلة كتير عند الناس، وطلب الحكومة البرازيلية بأنهم يخلوا 2 مدنيين مشتركين في فريق البحث معاهم بتاع الطيارة. فضلت الناس تقول نظريات كتير، في اللي كان بيقول ده فضائيين، وفي اللي كان بيقول ده كذب وما حصلش، يعني حتى لو كان ده حقيقة ازاي ظهرت فجأة كده من العدم؟ لا وكمان نزلت المطار بسلام مع طاقمها اللي المفروض هو كله هيكل عظمي. بس في جزء تاني من الناس قالوا ان ممكن تكون الطيارة دي دخلت فجوة زمنية، وطبعا بما ان الكلام دخل في علوم الفيزياء والسفر عبر الزمن كان لازم العلماء يتدخلوا، وفعلا في علماء قالوا ان الطيارة ممكن انها تكون دخلت فجوة دودية. وكان في نظرية تانية وهي وجود الجسور في الفضاء، دي شبه البوابات الزمنية كده، خصوصا ان حصل كذا حادثة اختفاء وظهور مفاجئ للبشر. طيب ايه تفسير الكلام ده؟ علشان نعرف تفسير الكلام ده بالظبط لازم نرجع لسنة 1915 لما انتشرت نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين. والنظرية بتقول بكل اختصار هي إن أينشتاين اتنبأ بوجود منحنيات في الفضاء والزمن، وإن في ترابط بين الفضاء والزمن، والتنبؤات دي أدت إن هو يكون في مفاهيم علمية جديدة زي الثقوب السوداء أو الثقوب الدودية. علشان ما تتوهش معايا هختصر لك الكلام في جملتين اتنين، وهم ان اينشتاين لما عمل نظرية النسبية العامة قال ان في الكون فراغات، والفراغات دي موجود جواها قوة جذب كبيرة جدا، وتقدر ان هي تبلع اي حاجة تمر من قدامها حتى لو كانت ضوء. والفراغات او الفتحات اللي هو كان بيتكلم عليها دي هي الثقوب السوداء اللي العالم كله اكتشفها من قريب، وعرف ان كلام اينشتاين كان صح. باختصار يا صديقي، نظرية اختفاء الطيارة هي إنها في ثقب أسود بلعها ونقلها لزمن تاني ورجعت تاني بعد 35 سنة تقريبا. دي أكتر نظرية ممكن إن هي تتصدق في حادثة الطيارة دي. وبس كده يا سيدي، دي كانت كل الحكاية. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة لو أنت أول مرة على اليوتيوب، ولو أنت على الفيسبوك ما تنساش اللايك والشير، وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام وتكلمني عليه لو حابب نقول أي قصة جديدة أو عندك أي ملاحظات على الفيديوهات. وبس كده، كان معكم أمين أشرف، أشوفكم الفيديو الجاي.